السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. يا رب النهاردة أحسن من امبارح وبكرة أحسن وأحسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم حبيبة ومن وفر مع مطبخ حبيبة. لو أول مرة تشوفوني ما تنسيش الاشتراك، ده هيبسطني أوي أوي أوي. وتنسيش اللايك والتعليق عشان ده بيرفع الفيديو عشان غيرك يشوفه. النهاردة هنعمل وصفة جميلة وسهلة وبسيطة، وزي ما أنا معوداكم كل شيء إن شاء الله بيبقى موجود في البيت ومتاح، ومش هنحتاج إن احنا نشتري حاجة من بره. ولو حاجة مش عندك أنا هقولك ممكن تستبدلها بإيه وهيطلع نفس النتيجة بالظبط. بسكويت يعني بصي جميل 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 بصراحة، طعمه أخطر من شكله بصراحة. جميل جدا وسهل جدا وبسيط جدا، وزي ما أنا معوداكم في السهل والبسيط والوفير من عندي هنا من مطبخي. ويلا بينا نشوف المقادير. معانا بيضة واحدة بس، بيضة طبعا بيضة زي ما انا معوداكم. بيضة واحدة، نص كوباية سكر، ومعانا ربع كوباية زيت، ومعلقة الزبدة دي لو عايزة عندك. مش عايزة تستبدلها بسمنة مفيش مشكلة، عايزة تستبدلها بزيت برضو كله مفيش مشكلة، هيطلع نفس النتيجة بالظبط. اللي متاح عندك اعمليه. هنضربه كده بالمضرب اليدوي على ايدينا عادي خالص، وممكن تضربيه بايدك لغاية لما السكر يدوب وتاخدي نفس النتيجة اللي انت شايفاها. مفيش ولا حباية سكر، تمام. معانا هنا كوباية دقيق طبعا، ونسينا نقول كيس الفانيليا ضروري ضروري ضروري، ومعلقة بيكنج باودر. وتمام كده قوي، هننخلهم ونشوف احنا هنحتاج ايه تاني. وبعد كده معانا نص كوباية كمان من الدقيق، من نص كوباية ومعلقتين، يعني قولي 3/4 كوباية، وهسيبلك المقادير بالظبط في صندوق الوصف. هنبتدي نقلب كده ونخلي كل الخليط تمام معانا. وطبعا لازم نشتغل بايدينا عشان نحس بملمس البسكويت في ايدينا عامل ازاي. خلصناها اهي وبقت جميلة وعسل قوي. هناخد كده العجين هنقسمه نصين، ونبتدي ناخد نص ابيض فانيليا والنص التاني هنعمله بالشوكولاتة. نزلنا كده بالنص الابيض وهنركنه على جنب، ونشتغل في النص التاني. ونبتدي نجيب كده معلقة كاكاو محترمة كده، لو كاكاو مر اسباني اللي هو اللي عند بتاع خامات الحلويات يبقى معلقة كبيرة. لو كاكاو بسكر يبقى معلقتين كبار، لان طبعا بيبقى مخلوط مع سكر فمش هيديكي نفس النكهة. هنبتدي كده نقلبه كويس جدا لغاية ما يختفي. بنتي كانت بتشتغل معايا وقالت لي يا ماما انا عايزة اعجنه. عجنت كده الشوكولاتة، بصي ما شاء الله جميلة جميلة. يا جماعة عجينة البسكوت لازم تبقى طرية ما تبقاش قاسية. تمام كده خلصناها. ونجيب معانا كيس تلاجة فتحناه زي ما حضراتكم كده شايفين. وهبتدي اخد الشوكولاتة وابتدي افردها. طبعا لازم عليه كيس تاني، او لو عندك ورق زبدة مفيش مشكلة، اي كيسين عندك اي حاجة افتحيها كده وخلي كيسة فوق وكيسة تحت، واشتغلي بينهم لغاية ما تتفرد معاكي زي ما انا فردتها. فردت الشوكولاتة وهبتدي افرد الفانيليا كده، واحاول نخليهم قريبين من بعض. بس هي عامة العجينة حلوة اوي، هتلاقيها سلسة معاكي جدا. هجيب كده هقرب بدلت انا الاتنين وهقربهم كده من بعض واحاول اقلبها. قلبتها بس طبعا الحته الاخيره اتلخبطت مني شويه. بس بصي العجينه طريه واتشكلت معايا بمنتهى السهوله لان الكاكاو ماسك نفسه شويه عن الفانيليا. وابتديت هنا اظبط الدنيا كده، بصي هاجي الطرف كده بتاعها بصي زي ما انا بجيب، وابتديت اشده عليا عشان احكم اللفه كويس قوي. ما تحاوليش تخلي فيها هوا. طبعا احكم اللفه واشد الكيس والف كده، اشد الكيس والف كده زي ما حضراتكم شايفين علشان اخلي الرول متماسك معايا. تمام كده ببتدي الف اهو، وهبتدي اخد بالكيسه. شغلك كله يا جماعه بالكيسه او بورق الزبده اللي انت شغاله فيه. ابتديت كده الم بايديا واضم بايديا الرول عليا كده، وهبتدي الفه. اخدت الجوانب اللي ملهاش لازمه كده عشان تبقى الكيسه محكومه عليه. وبعد كده ابتدي الفه واحكمه قوي قوي، وهطلع بيه على الفريزر لغايه اما يتجمد نص ساعه ساعه حسب الفريزر بتاعك لغايه لما الرول يتجمد. خرجته اهو قدام حضراتكم، وهبتدي افكه من الكيس بتاعه. اتجمد معايا اهو. على فكرة يا جماعة حتى لو انت بتشتغلي في بسكويت العيد، اي بسكويت بيبقى حلو اوي لو حطيتيه في التلاجة قبلها.
بيبقى جميل جدا ما بيفرش منك. معايا هنا نص الرول اتكسر، ابتديت اشتغل عادي لان الطبق بتاعي كان مايل من النص، ما كان ما كانش مخلي الرول مرتاح. تمام. ابتديت كده بقطعت البطاطس اللي معايا، بس بجد روعة، والموجة بتاعتها رهيبة وشكله جميل جدا جدا جدا، مش هتلاقي احلى من كده طبعا. بصي انا عايزة اوريكي التمويجة بتاعته، شكلها حلوة قوي قوي، حاجة جديدة ما عملناهاش قبل كده، سهلة وبسيطة. بصي ابتديت اقطع كله اهو، بيتقطع معايا بمنتهى السهولة، مش صعب عليا خالص خالص. وهبتدي طبعا اكون مسخنة الفرن زي ما احنا متفقين على درجة حرارة 120 او 150. لو انت بوتاجازك عادي على درجة حرارة هادية خالص، لان البسكويت عايزينه يتحمر وما يتحرقش. وهبتدي ارصه في الصينية او في الصاج بتاعك، وابتدي اكون دهنة بسيطة عشان يسهل خروجه، بس هو عامة حتى لو ما دهنتش هيبقى حلو برضو. ودخل وما اخدش معايا اكتر من ربع ساعة او تلت ساعة حسب بوتاجازك زي ما قلتلك، بس تبقى النار هادية. تمام كده البوتاجاز بجد بتاعي طلعه تحفة. البسكويت تحفة تحفة تحفة، جميل قوي زي ما انتم شايفين. واتبقى حبة، بصي ورا كده عملته شكلته على ايدي، بجد حلوة جدا جدا وفكرة جديدة. والتمويجة بتاعته هي مش باينة في الكاميرا، بس هي من قريب شكلها روعة، بجد بجد شكله حلو قوي قوي، وسكره مظبوط وطعمه خطير ومقرمش. قدميه لضيوفك ومش هتندمي، وارفعي راسك في وسط ضيوفك، قدميه لاولادك، اشربيه مع القهوه. انا اسفه، كلي مع القهوه مع الشاي، مع اللي انت حباه، مع كوبايه عصير، قدميه لاولادك. سكريات وبسكوت انت عاملاها في البيت وضمناها، وحاجه كده على مزاجك. وهتمنى اعرف انت بتشوفيني منين، من مصر ولا من بلد عربيه تانية، اخواتنا العرب او من بلاد بره. ارجو ان انا شرفتك، ارجو ان انا اكون عجبتك، ويا رب يا رب كده اكون عند حسن ظنكم. ويا رب اشوفكم فيديو جديد وتكونوا احسن واحسن من النهارده، وتعملوا احسن مني. واللي يعمله يوريني في الكومنتات ويقول لي عمله ازاي، طلع حلو ولا لا. وباي باي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.